عمرك سألت نفسك ليه كل مرة بترتاح شوية بتتعب بعدها أكتر؟ ليه لما بتأجل حاجة بترجع لك بشكل أصعب؟ وليه بنختار السهل دلوقتي رغم إننا عارفين إنه هيتعبنا بعدين؟ الحقيقة الصادمة هي إن الراحة المؤقتة عمرها ما كانت راحة، هي بس تأجيل للتعب لوقت تاني. الجزء الأول، مفهوم الراحة المؤقتة. خليني أوضح لك الفكرة ببساطة. الراحة المؤقتة هي أي حاجة بتديك إحساس سريع بالراحة لكن على حساب مستقبلك. زي إيه؟ تأجيل المذاكرة، النوم بدل ما تخلص شغلك، تجاهل مشكلة بدل ما تواجهها، السكوت عن حاجة مضايقاك. في اللحظة دي بتحس براحة، بس الحقيقة انت مش حليت المشكلة، انت بس أجلتها وكبرتها. الجزء التاني، ليه بنقع في الفخ ده؟ السؤال المهم، ليه بنكرر نفس الغلط؟ الإجابة ببساطة، عقلنا بيحب الراحة السريعة. المخ مبرمج إنه يهرب من الألم فورا، حتى لو الألم ده صغير ومؤقت. يعني لما تيجي تذاكر مخك يقولك تعب، سيبها شوية، فتسمع كلامه وتحس براحة. بس بعد يوم يومين الضغط بيزيد والتعب بيبقى أكبر بكتير. يعني إيه؟ يعني أنت ما هربتش من التعب، أنت بس أخرته وخليته أصعب. الجزء الثالث، نتائج الراحة المؤقتة. خلينا نكون صريحين، الراحة المؤقتة بتعمل 3 حاجات خطيرة. 1، بتراكم الضغط، كل حاجة بتأجلها بتتجمع عليك لحد ما تحس إنك مش قادر تبدأ أصلا. 2، بتكسر ثقتك بنفسك، كل مرة تقول هعمل وما تعملش ثقتك بنفسك بتقل من غير ما تحس. 3، بتضيع فرص كتير بتروح، مش لأنك مش قادر، لأنك اخترت الراحة اللحظية. الجزء الرابع، الفرق بين نوعين من التعب. هنا أهم نقطة في الفيديو. في نوعين من التعب، تعب مؤقت مفيد وتعب مؤجل بس مؤذي. 1، التعب المؤقت ده إنك تذاكر، تواجه، تبدأ رغم خوفك وتتحمل المسؤولية. التعب ده بيبقى صعب في الأول بس بعده راحة كبيرة. 2، تعب مؤجل مؤذي، زي تأجيل، هروب، كسل، تجاهل، وده بيبدأ براحة بينتهي بتعب أكبر. فاختار تتعب دلوقتي شوية ولا تتعب بعدين كتير. الجزء الخامس، الحل. طيب نعمل ايه؟ مش مطلوب منك تبقى مثالي، لكن مطلوب تبقى واعي. جرب الحاجات دي. لما تحس انك عايز تأجل اسأل نفسك انا بهرب من ايه؟ ابدأ بأصغر خطوة، مش لازم تعمل كل حاجة بس ابدأ. افتكر ان الشعور الصعب مؤقت لكن النتيجة بتدوم. درب نفسك تختار الصح مش السهل. وفي النهاية كل اختيار صغير بتعمله النهاردة بيحدد شكل حياتك بكرة. الراحة المؤقتة شكلها حلو بس تمنها غالي، لكن التعب المؤقت هو الاستثمار الحقيقي في نفسك. فاختار بوعي، هل عايز ترتاح دلوقتي ولا تعيش مرتاح بعدين؟